ليه الناس بتكره العقرب؟ وليه أول ما حد يسمع الكلمة يقفش؟ وهل عالم العقرب شرير ولا مظلوم؟ تعالوا نفهم الموضوع من أول وجديد بدون مجاملة ولا تشويه. خلينا نكون صريحين. الناس بتكره العقرب ليه؟ أول حاجة الناس بتتدين منها في العقرب هي الغموض. الناس بتحب اللي يشرح نفسه، والعقرب بيحب اللي يفهمه من غير ما يتكلم، وده بيخلق توتر. كمان العقرب قليل الكلام وكتير الملاحظة، وده يخلي اللي قدامه يحس إنه مكشوف ومش مرتاح. وعندنا كمان نقطة الذاكرة الطويلة. العقرب ما بينساش، وده بيخوف ناس كتير لأنهم متعودين على إن الغلط يمشي بسهولة. وفي نقطة مهمة جداً، العقرب عنده رادار داخلي يشوف النوايا قبل ما تظهر، وده يخلي البعض يحس إنه متعري نفسياً فيرجع يهاجم بدل ما يتفهم. هل الكره حقيقي ولا مبالغ فيه؟ اللي الناس بتسميه دهاء العقرب بيسميه حماية، واللي الناس بتسميه انتقام العقرب بيسميه عدالة، واللي الناس بتسميه غموض العقرب بيسميه خصوصية. العقرب مظلوم فين؟ الحق يقال العقرب مش بيبدأ أذية من غير سبب. الطاقة عنده مش بتتحرك إلا لو اتوجع، وده فرق كبير بين البدء بالأذية والرد على الأذية. كمان العقرب بيتحب بعمق لكن في صمت، ومش محتاج يعلن ولا يتفاخر. وبالرغم من قوته وحواسه العقرب وفي جدا، ويمكن أكتر برج عنده حس بالانتماء، بس الناس أحيانا تشوف ده تحكم أو تملك. العقرب مش مظلوم فين، بس برضو مش كل حاجة مظلومية. ساعات العقرب ما يشرحش نفسه، وده بيخلي الناس تحكم عليه غلط، ولما يقفل للنهاية. وعنده أحياناً رغبة في الانتقام، بس ده جزء من شخصيته، مش كل واحد يقدر يستحمل العمق ده. الحقيقة العقرب مش ملاك ومش شيطان. العقرب برج قوي جداً، حساس جداً وعميق جداً، والناس عادة بتخاف من اللي ما تفهموش مش من اللي يأذيها. لو انت عقرب قول لنا عملت ايه عشان تاخد السمعة دي، ولو مش عقرب قول لنا ايه اللي خوفك منه. ما تنسوش تفعلوا الجرس والسبسكرايب، والنجمة بتحكي.